بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلابنا في ثالثه اعدادي، طبعا دي المسابقه اللي احنا كنا قلنا عليها والاسئله اللي كنا قلنا لك هنجيبها لك ونتابع معاك فيها، وطبعا السيستم اللي احنا اتكلمنا عليه هنوصل لك معاك. حتى الطلبه اللي مش موجوده معانا في المكان لو جاوبوها وبعتوها لنا ان شاء الله هتوصل لهم الهديه بتاعتهم او الجائزه بتاعتهم. ونبدا معاك كده واحده واحده. يلا في الاسئله اللي قلنا لك، طبعا تقول لي يا مستر الاسئله دي عباره عن انهي درس؟ اول درس في التاريخ اللي هو ثورة 23 يوليو 1952. هنقول الأسئلة معاك هتجاوبها لنا وتجيبها لنا في ورقة زي ما احنا فهمناك وفي الكومنتات إن شاء الله وقت ما نقول لك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أسئلة هنا معانا الصف الثالث. قال لي رقم واحد كان سببا، نستنى بس نجيب لك القلم بتاعك. بسم الله. اللون اللي احنا هنحتاجه الأحمر طبعا. بسم الله. قال لي كانت سببا في فقدان مصر الكثير من الثروات لصالح الاحتلال. ايه كان السبب ان مصر تفقد الثروات بتاعتها؟ طبعا معانا اربع اختيارات: ضعف الجيش المصري، ولا سيطره الاحتلال على السلطه، الاحتكار على السلطه، ولا تنفيذ مصر بنود معاهده 36 اللي هي شروطها، ولا مصر انها دخلت حرب فلسطين. يبقى انا اللي عاوز ايه السبب اللي خلى مصر تفقد الثروات بتاعتها كلها، وركز معايا هنا، ركز معايا. طيب واوعى تغشهم طبعا، اللي هيجي بقى لهم غشين هسال فيها الكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله ملغي، مش عايزين نكتر الكلام هنا. اثنين، العامل المشترك ما بين سوء الاوضاع الاجتماعيه او الاحوال الاجتماعيه وعدم وجود حد ديمقراطيه. ايه العامل، ايه الحاجه المشتركه بينهم؟ الصراع ما بين احزاب، ولا ظاهره الاقطاع، ولا الاوضاع الاقتصاديه، ولا توقيع المعاهده سنه 36؟ ده السبب الثاني طبعا. يبقى انا عايز العامل المشترك ما بين يا مستر سوء الاحوال الاجتماعيه وعدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. ايه العامل المشترك؟ الصراع بين الاحزاب، انتشار ظاهره الاقطاع، تدهور الاوضاع الاقتصاديه، تنفيذ معاهده 36. طبعا اسئله سهله تكون صعبه، تكون محتاجه فكر، محتاجه تفكير، محتاجه فهم شويه. طبعا انا بقول انها سهله وانت هتشوف الكلام ده ان شاء الله هنشوفه منك. طيب ثلاثه، قال لي هنا يا مستر بدايه تاسيس حركه عدم الانحياز كانت 55 في مؤتمر فين؟ القاهره ولا بغداد، سان ريمو، باندونج؟ تاني، اول ما فكروا ياسسوا حركه عدم الانحياز سنه 1955 كان في مؤتمر ايه؟ طبعا معروفه مش عايز اتكلم، طبعا القاهره، بغداد، سان ريمو، باندونج. طبعا ايه هو المؤتمر؟ محتاجين نعرف منك ايه هو. طيب قال لي هنا بعد توقيع اتفاقيه الجلاء هنا عن مصر حققت ثوره يوليو هدفها. ايه الهدف اللي ثوره يوليو بعد اتفاقيه الجلاء؟ القضاء على الاقطاع، ولا فساد الاحزاب، ولا الاحتكار، ولا الاستعمار؟ يبقى بعد موقعة اتفاقيه الجلاء، بعد موقعة اتفاقيه الجلاء هنا يا مستر، هنبص هنا على القرع، ركز معايا. هنا حققت ثوره يوليو هدفها وهو القضاء على ايه؟ اقطاع، فساد الاحزاب، احتكار، استعمار. طيب نروح رقم خمسة. جاء قرار ثورة يوليو بحل الأحزاب بهدف، لما هنا ثورة يوليو حلت الأحزاب السياسية ولغت الأحزاب، كان هدفه إيه؟ واحد، إنه يخلصوا من الأزمات المالية اللي كانت موجودة. اثنين، يقضوا على سيطرة الاحتكار ورأس المال. ثلاثة، القضاء على الفساد السياسي. أربعة، حل مشكلة الديون. يبقى تاني، تخلص من الأزمات المالية، ولا قضاء على سيطرة رأس المال، ولا قضاء على الفساد السياسي، ولا حل مشكلة الديون. رقم ستة، انتهى حكم أسرة محمد علي رسميا امتى؟ بعد جلاء الإنجليز عن مصر. واحدة واحدة كده معانا. بعد جلاء الإنجليز عن مصر، ولا حل الأحزاب السياسية، ولا رحل الملك فاروق عن مصر عن الحكم، ولا تعيين محمد نجيب رئيس للجمهورية؟ يبقى هنا الحكم انتهى امتى؟ سبعة، من إنجازات الثورة في المجال السياسي. عايز إنجاز في المجال السياسي: بناء السد العالي، ولا مجانية التعليم، ولا التأمينات الاجتماعية، ولا تأمين قناة السويس. رقم 8، شاركت مصر في تشكيل حركة عدم الانحياز مع كل من إندونيسيا، مصر مع إندونيسيا، ولا وإيه الدولة الثالثة؟ الصين، كينيا، صين، كينيا، صين، عراق. طبعا في مشكلة معانا في السؤال، الصين متكررة مرتين، فهنا هنقدر نعدلها لك بالمرة وانت موجود معانا. هنستعمل واحدة نشطبها معانا، او خلي ديت زي ما هي ونرجع تاني نشيل دولة الصين الأولى وهنكتب الدولة الاختيار الرابع عشان هي متكررة مرتين. ممكن بقى اللي أنا كاتبها أو لأ، تبقى يا مستر الاختيار الهند. يبقى هنا معانا بسم الله الرحمن الرحيم.
السؤال بيقول شاركت مصر في تأسيس حركة عدم الانحياز مع اندونيسيا والهند ولا كينيا ولا الصين ولا العراق؟ اخر واحد اذاع البيان الاول للثوره بتاعه 23 يوليو مين؟ مستر خالد ولا محمد نجيب ولا جمال عبد الناصر ولا محمد انور السادات؟ طبعا كلهم رؤساء جمهوريه طبعا، فمحتاجين نعرف مين فيهم الاجابه الصح بتاعتك. كده انت معاك 9 اسئله، محتاجين منك 9 اجابات ان شاء الله، هنستناك تجاوبهم وزي ما اتفقنا معاك نشوفهم منك ان شاء الله. السلام عليكم.